انا سميتي كريمه. ملي طلقت صراحه ما لقيت حتى شي خدمه. خرجت انا وولادي، كريت. صحيح ان الوضعيه الماليه كانت صعيبه بزاف، ولكن ما عمري تخيلت راسي لدرجه انني شي نهار غادي نحط اعلان في موقع نطالب فيها بالخدمه. حطيت واحد الاعلان في واحد الموقع، كنقلب فيه على خدمه، حتى الا كانت غير تنظيف ولا الميناج، حيت ما كان حتى حل اخر، والا ولادي غادي يموتوا بالجوع. راجلي طلقني وخلاني انا وهما بوحدنا، يعني في دار ديك القضيه ديال طلقني وطلقت ولادو. جاوني بزاف ديال المكالمات من حتى داك الاعلان، ولكن اغلبهم غير مضايقات ولا تعارف. اودي صعيب، الحلال صعيب بزاف. حتى اتصل بيا واحد، جاتني واحد المكالمه من عند واحد المراه باينه عليها كبيره في العمر. الصوت ديالها كانت باينه واحد المراه كبيره في العمر، وكان بحال صوتها عيان. قلت لي عندهم دار كبيره هي وراجلها عايشين بوحدهم، وصحتهم ما بقاتش كتعاونهم وباغيين شي وحده تنظف الدار وغادي يعطيوها فلوس. وصراحه عطاوني واحد الصالير مزيان وواحد الصالير مغري صراحه. منين سمعت هذا الشيء وافقت بلا تفكير، ولكن قالت لي خاصني نجي في الليل حيت هما غادي يخرجوا يباتوا برا وانا ننظف في الليل باش الغبره ومواد التنظيف ما تاثرش عليهم. قلت لها عندي وليدات. قالت لي نجي غير بوحدي، ما تجيبيش ولادك. صراحه واخا ما كنتش ترددت في الاول، ولكن المبلغ كان مغري وكان واحد الثمن زوين راه يقدر يعيشني انا وولادي، يعني واحد المده لا باس بها. فكرت شويه وقررت نحط وليداتي عند خالتهم، يعني اختي، ونمشي نخدم حيت الفرصه مزيانه، واتفقت معاها ومشيت في التوقيت اللي قالت لي بحال 11 ديال الليل. وصلت، لقيت الدار كبيره بزاف من برا، ولكن الشكل ديالها كان صراحه كبير وفيه مظلم. حتى الضو ما فيهش، والشرج قدام تحسي ما فيهاش حتى حياه، يعني كيبان بحال ما في ساكن فيها حتى حد. دقيت في الباب، حلت لي واحد المراه كبيره في العمر، دايره هزه واحد العكاز وضرها محني، ولابسه واحد الزيف خفيف ونضاضر. قالت لي يا كريمه. قلت لها ايه كريمه لاله. قالت لي ادخلي. دخلت وحسيت صراحه بالخوف وواحد الرهبه ملي دخلت للدار. الدار كانت كبيره وكانت مخيفه بزاف، فيها تماثيل ديال عيالات عريانين بحال دوك التماثيل. نخلي لكم تصورتهم هنايا. السوكان واحد السوكان وفيها واحد الصور غريبه، ريوس ديال الحيوانات مقطعين، كلشي كيبان صراحه كيخلع بحال دوك الريوس اللي كيداروا ديكور في الحيوط. مشيت وراها حتى وصلنا لواحد الصالون كان كبير، وكان راجلها جالس تماك. بس بقاو كيشوفوا فيا. قلت لهم بصوت خفيف، قلت لهم السلام عليكم. انطق راجلها وقال لي، كان واحد الراجل كبير، قال لي انت كريمه. قلت له هي. شد واحد السيجار ديالو وقال لي شوفي يا كريمه، مع 12 ديال الليل غادي نخرجوا، ومن ديك الساعات خدمتك غتبدا، ولكن عندي واحد الشرط: اي حاجه وقعات ولا وقت توقعتيها، حقيقه ولا تخيل، ما تركزيش معها، ما تشوفيش في عيون حتى شي رسمه هنايا في الدار، وما تمسي حتى تمثال، وما تطوليش النظر في حتى حيوان من هاد الحيوانات اللي معلقين هنا. مفهوم؟ بلا طريقه. وقلت ليه علاش؟ قال لي نزيدك واحد 100 درهم صافي، بيوم لا ما تسوليني. قلت ليه ماشي مشكل في الفلوس، ولكن علاش؟ قال لي هو كيشوف فيا باش تخرجي من هنا سالمه وديري خدمتك وتمشي بحالك. بقيت ساكته، ولكن صراحه وافقت. خرجوا وخلاوني بوحدي، ومنين تسد الباب سمعت الصوت ديال القفل. نسيت صراحه الشرف ديالي، يعني وليت بوحدي في هاد الدار كتخلع الله يا ربي اش هاد الدار. بديت كنظف، قلت غنظف دغيا ونمشي بحالاتي. بديت كنظف بيت بيت حتى دازت واحد شويه ديال الوقت. جلست نرتاح في الصالون حيت صراحه كانت الدار موسخه وكانت مغبره بزاف، وطلبوا مني نديروا اليوم داك الميناج الثقيل. بقيت جالسه كنرتاح. كان واحد الهدوء مخيف، حتى سمعت واحد الصوت. تزهرت، لقيت الساعه كبيره كترن بحال ديال الكنيسه، ولكن تفكرت علاش ما رناتش في 12 ولا في الوحده، يعني علاش غير في الجوج. بديت كنخمم وخايفه، ورجعت نخدم باش ننسى، يعني باش ننسى وباش نسربي. فجاه حسيت بحركه من برا ديال البيت شويه، وهو يطفي الضو ديال البيت اللي قدامي.
وتهرست واحد الزعجه ديال البوله. شفت شي حاجه كتحرك في الظلام، ومن بعد شعوا الضويات خفيفه، وشفت ريوز ديال الحيوانات بحال عيونهم كيلمعوا. واش هادشي انا كنتخيل ولا غير عقلي اللي كيوهمني؟ حيت اصلا واخا ما يكونش هادشي حقيقه، راه هادشي غتخلعك. تخيل معايا ما عرفت هادشي بيبانيين كيفاش كيعيشوا في هاد الدار. كان الراس ديال الثعلب بحال غمض عينيه. هربت، خرجت التليفون، ولكن ما كان حتى الريزو، ما لقيتش الريزو. وفجاه سمعت الصوت ديال الجر الجر ديال الخنازير، ولا شي واحد بحال كيعيط ليا. مشيت بلا ما نحس براسي حتى وصلت للباب ديال البيت كانت مظلمه، ودخلت حاولت نشعل الضوء، ولكن الضوء تقطع، وباينه بلي لامبات حتى هي تصوتات ولا ترسات ولا الله اعلم شنو وقع ليها. تزعرت وطفى الضوء في الدار كامله. حسيت بيد بارده بحال كتلمسني في وجهي. مشيت كنجري لواحد البيت، شعلت الضوء ديال التليفون، ما كان حتى حد. وفجاه رجع الريزو. عيطت للبوليس وقلت لهم فين انا. وفجاه ملي وصلوا البوليس دخلوا للدار بسرعه، قلبوا كل شيء، ولكن الصدمه كانت ما لقاو حتى شي حاجه. ما لقاو لا كريمه، لا اثار ديالها، وحتى الا كان ميته ما كايناش الجثه ديالها، غير اثر ديال الدم خفيف. وتليفونها كان طايح في الارض. شدوا البوليس، واحد منهم شد واحد التليفون ديالها وفتحوا الفيديو الاخير. كانت باينه كريمه وهي كتغوت بواحد الصوت مخيف. صوتها كان بحال مقطوع، بحال كان ما عرفتش، كتقول كاينه شي حاجه هنايا كتشوف فيا. وفجاه بان الصوت ديال داك الشارف قريب من الكاميرا. قال لها، قلت لك ما تشوفيش فيا ما كريمه. من بعد الكاميرا قربات لشي واحد، ولا قربها شي واحد ليه، وبان واحد جوج عيون كيلمعوا في الظلام. تقطع الفيديو. تم اعتقال الزوجين، ولكن اثناء التحقيق قالوا جمله واحده حبست الدم في العروق. قالوا بلي ماشي اول مره، وكل مره كتجي كريمه جديده، يعني ماشي اول مره تجي عندهم مرض الدار. وبعد ايام تعاود نفس الاعلان في السوق المفتوح: مطلوب عاملة النظافة، العمل ليلا، اجر مغري. وهذه القصة هما اللي يعاودوها. وما كانوا كيستدرجوا النساء، وكانوا وخصوصا هذوك اللي كيحطوا الاعلانات، وكيحطوا اعلانات بواحد الثمن مغري، واحد الثمن مغري بزاف. وكانوا سحرة كيقدموهم كقربان. هادشي اللي تذكر في التقرير. للاسف شحال من وحده بحال كريمه، وشحال من وحده وقع ليها هذا الشيء. يعني الانسان قبل ما يمشي لاي دار يسول على راسو ويعرف فين غادي. ماشي اي ثمن واي طلب واي اعلان حطيتي وجا عندك شي واحد وقال لك تجي عندي البلاصه الفلانيه. خاصك تمشي، خاص كل واحد يعرف فين كيحط رجليه وفين كيمشي. وشكرا على الاستماع، وما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق، وعاودوا لي واش فايت شي واحد وقع ليه بحال هكا. طبيعه الحال كون وقع ليه شي حاجه غتولوا بحال كريمه في عدد الموتى. واش وقع ليه ونجا من هذا الشيء. وهاد القصه اللي عاودت كريمه، هاد الشارفين هما اللي عاودوها وقالوا اشنو وقع. للاسف شحال وحده من غير كريمه وقع ليها هاد الشيء، وشحال من وحده وقع ليها حقيقه نيت هاد الشيء.